السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. معكم مطبخ رضا البسيط. وصفتنا اليوم كخيب حلو كيجي رائع. غادي ندوز معكم المكونات. عندي نصف لتر ديال الحليب، ساشي ديال الفانيليا، 2 معالق كبار ديال السكر ثقيل ممكن تعويضه بسكر سنيدة، عندي 60 غرام ديال الزبدة المذابة، عندي 2 بيضات، 225 غرام ديال الدقيق. غادي نجيبو خلاط كهربائي، غادي نوضعو فيه المكونات. غادي ندير البيض، الملح على حسب الذوق، الفاني، غادي نوضع الحليب والسكر ونخلط حتى يندمجوا لينا العناصر كما كتلاحظوا. من بعد غادي نضيف الزبده ونضيف الدقيق ونخلط مرة أخرى حتى يندمجوا العناصر. غادي نجيب واحد البول، غادي نوضع فيه الخليط. لاحظوا القوام ديالو راه كيجي خفيف بزاف. غادي نخليه يرتاح نصف ساعة على الأقل ونعاودو نتلاقاو. بعد ما ارتاح لينا الكخيب غادي نجيب واحد المقلاة وغادي ندهنها بقليل من الزبدة على عافية متوسطة باش ما يتخطفش لينا الكخيب. وهنا كنوضع الخليط، ما كنكترش انايا باش ما يجينيش الكخيب غليظ، تقريبا ديك المغرفه اللي لاحظتوا ما كنعمرهاش بزاف. بعد ما كيبداو يصفاروا لنا الجوانب وكتنشف غادي نقلبوها. لاحظوا هنا غير صفارت، ما نخلوهاش تحمر بزاف. من بعد ما تحمرت لينا من الجهه الاخرى، هذا هو الشكل ديالها. غادي نستمر بنفس الكيفيه، كندهن بالزبده. من بعد غادي نصب الخليط، ما نعمرش المغرفه بزاف كما كتلاحظوا باش يجيني الكريب رقيق. وغادي نوضعها على عافيه متوسطه. هنا غادي نقص شويه العافيه. بعد ما كيصفاروا لها الجناب وكتنشف كنقلبوها حتى تحمر من الجهه الاخرى. وكنكمل على هاد الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. بعد ما ساليت الكميه هنا غادي ندوزو للتزيين. كيبقى على حسب الرغبه. عندي الموز ممكن تعويضوه بالفريز، عندي الشوكولات اللي درتو على شكل غاناج، ممكن ديروا اي شوكولاته نتوما كتحبوا. عندي كاوكاو كونكاسي، عندي مربى، وكنزين كما قلت على حسب الرغبه. هنا درت النصف بالمربى والنصف درته بالشوكولات، وضعت بعض الخطوط على الوجه وزينت بالموز وكاوكاو كونكاسي. وكما قلت سابقا كيبقى تزيين على حسب الرغبه. كنتمنى يعجبكم وتجربوه. ما تنسونيش من الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله.